اخوتي الاهلاويه، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عشنا وشفنا نادي الاحتواء بيتكلم عن التحكيم. نادي الاحتواء بيتكلم اللي يقول لك هو مظلوم تحكيميا ومطلع بيان. تخيل، نادي الزمالك بيطلع بيان عشان التحكيم. النادي اكتر نادي في مصر مستفاد بالتحكيم هو نادي الزمالك. نادي الزمالك بيطلع بيان غريب. طب انت بتطلع ده الناس كلها عارفه ان التحكيم بتاعك انت. ده انت الف ب بمباريات الدقيقه مش عارف كام ضربه جزاء. يا راجل، ده لو مش عارفين يحسبوا لك ضربه جزاء بيحسبوا لك فاول على حارس المرمى من جوه منطقه الجزاء عشان يخليك ويساعدك ان انت تجيب اجوان. بيطرد لك لعيبه، بيطرد لك، بيحسب لك ضربات جزاء، بيحسب لك بيحسب لك فاولات من جوه منطقه الجزاء، بيحسب لك لو عايز يطرد لك المدرب هيطرده لك. يا باشا، انت ما بتتكلمش عن تحكيم. ده انت التحكيم المصري اسمه تحكيم الاحتواء لنادي الزمالك. بتتكلم في ايه يا باشا؟ سيبكم الكلام ده يا جدعان، سيبكم الكلام ده. نادي الزمالك تخيل بيتكلم عن التحكيم. انا مش عارف. ده مباراة سموحة فضيحة. مباراة سموحة فضيحة يا راجل. ده انت يعني مش محمود انا مش عارف يعني. انت يا كابتن محمود، لو انت حسام حسن شايفه بيمثل، ده انت الفار رجعك، كابتن صباحي رجعك، رجعت شفتها في شده، فاكيد يعني يا عمي في حاجه اسمها رأفة. اقول له لا يا عم، الانذار اتلغى ولعبه عادي. ليه تحرم فرقته منه؟ وليه تحرم فرقته من الماتش اللي بعديه؟ ليه؟ وسموحه اهو. يعني انت ليه بتحرمه؟ وسموحه اديكوا شفتوه اتغلب. طب انت ليه بتعمل كده؟ ما هم ممكن يكون هو مهاجم فريقه الاول وبيعتمدوا عليه في كور معينه، لاعب معينه. طب ليه التحكيم كده؟ ليه؟ وبرضه في ماتش الاهلي والزمالك، كل وقعه نادي الزمالك بيحسب ضربه جزاء كابتن ابراهيم نور الدين، والكره الجون بتاعهم التاني فاول، لعبه خطره وعادي وعدت وعادي. وطالعين بيان بعد كل ده، بيطلعوا بيان ان الزمالك بيعترض على التحكيم. يا راجل نجيب لك تحكيم اكتر من كده. يا راجل نجيب لك ايه؟ ده انت حتى ما خليتش كده ورحت تعترض على التحكيم في نهائي الكونفدراليه بتاعك اللي انت هتلعبه. برضه بتعترض على التحكيم. انت ما بتعرفش تكسب غير بالتحكيم. لو صدقني من غير تحكيم الزمالك مش هيوصل للي هو فيه ده. قولا واحدا. سلام.